نامت 32 سنة متواصلين، ودي مش قصة خيالية، دي حكاية حقيقية وحصلت بجد. كارولين أولسن اتولدت سنة 1861 في جنوب السويد. كانت طفلة عادية عايشة بشكل طبيعي لحد سن 14 سنة، وسنة 1876 كانت بتلعب مع أصحابها، وهي بتلعب اتزحلقت وقعت في حفرة. الحفرة دي كانت متغطية بالتلج، ولما التلج اتكسر كان في تحتيه مية، وقعت جوه المية وكانت هتغرق، لكن أنقذوها في اللحظة الأخيرة، وطلعت عادي ومارست يومها وكأن مفيش حاجة حصلت. وتاني يوم لما صحيت من النوم حست بألم شديد جدا في عظم الفك. كان في الوقت ده أو في الزمن ده منتشر جدا إن أي شخص بيجيله تعب بيكون نتيجة لأعمال السحر. ولما الألم اللي في فكها ده وفي أسنانها استمر فتخيلوا إن في حد عامل لها سحر. المهم إن كارول لما نامت في اليوم ده ما صحيتش، وعدى يوم كامل وهي نايمة. مامتها بتحاول تصحيها لكن مش بتصحى. بدأوا طبعا يقلقوا لأن بقالها أكتر من يوم نايمة. بدأوا يشكوها بالدبابيس ويشوفوا إذا كانت هتصحى أو تستجيب ولا لأ، لكن مفيش أي استجابة من كارول. ولما مر يوم كمان والتاني والتالت والرابع مامتها طبعا خايفة عليها لأنها نايمة وكده هتموت من الجوع، فبدأت تعمل لها مشروب لبن بالعسل وتشربه لها وهي نايمة. المهم إن أي غذاء يدخل جسمها علشان تحافظ عليها عايشة. لغاية ما مر 10 أيام وكارولين نايمة مش بتصحى. والدها ما كانش متيسر ماليا، فبدأوا أهل القرية يلموا لكارولين علشان يعالجوها. ولما الدكتور كشف عليها لقاها فعليا سليمة، ما فيهاش أي مرض عضوي، وظائف جسمها شغالة بشكل طبيعي. طب كارولين استمرت على الحال ده لمدة قد إيه؟ أولا استمرت سنة، مامتها بتشربها اللبن بالعسل والدكتور بيبص عليها من وقت للتاني، وكارولين نايمة مفيش جديد. الدكتور اللي كان بيتابعها صعد الموضوع لكبار الأطباء وشرح لهم حالة كارولين. ولما جه فريق من الأطباء علشان يشوفها لقوا إن وظائف جسمها فعلا شغالة وجسمها بينمو بشكل طبيعي، لكن برضه في حالة نوم ملهاش أي تفسير. جسم كارولين كان بينمو ما عدا شعرها وضوافرها، ما كانوش بيكبروا خالص. ومن الغريب اللي كان بيحصل لكارولين إنها كانت بتقوم تقعد على السرير، لكن برضه وهي نايمة ومغمضة عينيها وبتقول كلام زي الطلاسم، وبترجع تنام تاني. لحد ما جت سنة 1904 وتوفت والدة كارولين، وواحدة من الجيران صعبت عليها كارولين بعد وفاة مامتها، وكانت عارفة بحالتها واتبنتها وبقت هي اللي بتراعيها. ومر 3 سنين من بعد وفاة والدتها ووصلنا لسنة 1907. إخوات كارولين الاتنين هما كمان ماتوا، وجينا سنة 1908 وكان مر 32 سنة على نوم كارولين وصحيت من النوم. صحيت كارولين طبعا على عالم تاني، أصلا هي نفسها بقت بني آدمة تانية، كبرت، لونها بقى شاحب. لقت والدتها توفت وإخواتها كمان ماتوا، مش عارفة تتعرف على حد من اللي حواليها ولا فاهمة ولا عارفة إيه اللي حصل. ولما اتسألت كنت حاسة بإيه طول 32 سنة وإنتي نايمة، قالت كنت حاسة إن أنا في حلم كبير قوي، وإنها لسه فاكرة اللحظة اللي دخلت فيها في النوم العميق ده، وفاكرة إنها كانت طفلة عندها 14 سنة، وما كانتش تتخيل أبدا إن عدى على نومها 32 سنة. ومن الكلام الغريب اللي قالته كارولين إنها كانت بتشوف وشوش زرقاء تحت المية وكأنهم بيغرقوا. والغريب إن إخوات كارولين الاتنين ماتوا غرقانين. واتعملت دراسات كتير وأبحاث كتير على حالة كارولين، وفي عالم نشر بحث كبير عن حالتها سنة 1919، وكل اللي قدر يوصل له أو يفسره إنها حالة شبه مرضية، عبارة عن مرض بيخلي الإنسان مستغرق في النوم أو مغمض عينيه لكن حاسس بكل حاجة بتحصل حواليه وجسمه بيكبر. وتوفت كارولين سنة 1950 وكان عندها وقتها 80 سنة، منهم أصلا 32 سنة كانت نايمة فيهم. كتير بنسمع عن حالات غيبوبة، ناس دخلت في غيبوبة لوقت كبير وفاقوا، لكن ما سمعناش أبدا عن شخص نام 32 سنة. وعلشان كده لازم نحمد ربنا كل يوم لما نصحى من النوم، لأن ربنا بيوهب لنا حياة جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو واشتراك لصفحة حكاوي إيمي حمدي على اليوتيوب. وإيه رأيكم في الحكاية؟